ازيكم كل المتابعين عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. رجع لكم فيديو جديد، والنهارده هنعمل الجاتو السويسرول. طبعا سهل وممتنع، ناس كتير جدا جدا بتخاف منه. هنعمل النهارده جاتو السويسرول بطريقه سهله جدا جدا وبطريقه بسيطه. بس اهم حاجه يا بنات، لو انت اول مره تشوفيني او مره تشوفي القناه بتاعتي، يا ريت تشتركي في القناه كده وتفعلي الجرس على الكل، عشان طبعا كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار جديد. عايزين نعمل الجاتو باسهل خطوات كده، وتقدري ان انت تعملي بصي 10 دسك كده في وقت بسيط جدا. تابعوا معايا الفيديو للاخر وتعالوا نشوف هنعمل ايه النهارده. اول حاجه كده يا بنات، انا هعمل صاج 30 في 50، هعمله بمقدار الخمسة بيض. تمام كده. عندك طبعا صاج 30 في 40، تقدري ان انت تعملي فيه، بس مقادير الصاج 30 في 40 غير طبعا مقادير صاج 30 في 50 اللي انا هعمله دلوقتي. تمام كده. فلو عندك مثلا صاج 30 في 40 تقدري انت تعملي فيه وبس. طبعا انتوا عارفين مقدار الصاج 30 في 40 ده ب3 بيض و300 جرام من الاسفنج. تمام كده. ربع كوباية مية والفانيليا، عشان ايه طبعا متسألونيش في الكومنتات وكده. النهارده هعمل صاج 30 في 50، هنطلع منه دستة السويسرول ما شاء الله اللهم بارك يعني، وهتشوفوها دلوقتي. ولو حصل معاكم مثلا خطأ ولا حاجة، تقدروا ان انتوا تداري المواضيع دي ازاي وتطلعي دستة جاتوه ما شاء الله اللهم بارك، احلى من المحلات. تمام. انا كنت طبعا بوريكم محسن الجل اخر معلقة، كان شفاف جدا ما شاء الله اللهم بارك يعني. وفتحت كمان العلبة التانية. العلبة دي بتبقى جاية على بعضها كده كيلو. تمام. لو انت لسه مبتدئة بلاش ان انت تجيبي مثلا الكيلو، لان هيطول معاكي وممكن يبوظ منك وكده. حاليا طبعا عشان الجو برد وكده، فانا بحط حاليا دلوقتي في ضلفة المطبخ. خلاص. لكن لو انت لسه مبتدئة تقدري ان انت تجيبي برضو في من بونو ده اكياس صغيرة. تمام. المهم اقولكوا على المقادير بتاعة الصاج 30 في 50. 5 بيض معايا، معلقة محسن جل، معايا 500 جرام من الاسفنج الجاهز، انا بستخدم طبعا اسفنج دريم، ومعايا الفانيليا ونص كوباية من المية. بضربهم في العجان لغاية طبعا ما القوام بتاعهم يهيش كده، وابدأ ان انا اجيب الصاج بتاعي احط فيه ورق حواشي. واكون طبعا قبل ما بشتغل في الاسبونج بتاعي او قبل ما اشغل على العجان بكون مشغلة الفرن بتاعي على درجة حرارة عالية، عشان الاسبونجات بتاعت الصاج تدخل على درجة حرارة عالية. تمام كده. انا كنت طبعا بفضي البيض في البولة الاول، لان انا عندي يعني على طول باجي مثلا احط البيض في البولة مع الاسبونج وكده، ممكن مثلا قشرة بيضة ولا حاجة، وبتحصل معايا يعني وحصلت معايا دلوقتي انا بفضها في البولة، فعادي يعني الخطأ وارد يعني. المهم يا بنات، انا هعمل طبعا صاجين، واحد فانيليا وواحد شوكولاتة. انا كان مطلوب مني دستة ونص من الجاتو، وبصراحة كان ممكن اعملها من صاج 30 في 50، واعمل كمان يعني صاج 30 في 40 واطلع الدستة ونص وتمام وكده. بس طبعا انا لما بكون بشتغل مطلوب مني دستة ونص مثلا، بحب ان انا اشغل دماغي شوية. مثلا بقوم عاملة الصاجين، بتفضل معايا مثلا نص صاج بعبيه طواجن، او بعمل مثلا عرض بيه او عرضين واعرضهم عندي على الجروب، وكده برضو يبقى داخل لي ربح في اليوم ده، او حاجة بتزيد معايا يعني في الشغل بتاعي. خلاص يعني انتي تشغلي دماغك كده، مش تقولي لا خلاص انا هعمل دستة ونص وخلاص، لا، شغلي دماغك. وممكن كمان تعمليهم دستتين وتعملي نص دستة وتعرضيها عندك على الجروب. لو الجروب بتاعك ماشي هتتباع على طول. لو مش ماشي بقى يبقى معاكي انت موضوع الطواجن، او معاكي مثلا البوكسات اللي يبقى فيها طاجن، مثلا ميني تورته، او تعمليها ممكن تورتاية مثلا مقاس 18 وتعرضيها كده يعني. فتحاولي ان انتي تمشي نفسك، مش زي ما مطلوب منك بالظبط يعني. خلاص. ما هو انا لو عملت مثلا صاج 30 في 40 ب3 بيضات و300 جرام من الاسبونج، لا انا هزود بيضتين و200 جرام من الاسبونج، وهعمل ايه؟ هعمل عرض وربنا يرزقني فيه. تمام. هي الفكرة كده يعني، فلازم تشغلي دماغك شوية. خلاص. عملت اول طبعا صاج، بسلك الجوانب كويس جدا بعد ما بيطلع معايا من الفرن، وبقلبه على الرخامة.
عملت تاني صاج عاملاه بالشوكولاتة. طبعا انا بجيب السبونج بتاعي فانيليا، لما بحب طبعا اقلبه ايه شوكولاتة، بحط عليه معلقة كاكاو اسباني خام. وانا طبعا بجيب الكاكاو، بجيب الاسباني حاجة كده يعني النضيف، يعني اللي انا بجيبه من عند المحل اللي انا بشتري منه. الكيلو تقريبا ب600 جنيه، لان انا بجيب الربع ب150 جنيه. تمام. بجيب طبعا منين الشغل بتاعي، انا بجيبه من شربين. طبعا اللي عارف شربين، انا بجيب من شربين، محل فوركي في شارع السلك. تمام. هفرد بقى كده بالاسباتيولا الصاج بتاعي. طبعا انا مسرعه الفيديو عشان اللي بتقولي انا مش بعرف ان انا اساوي الصاج بتاعي، انا ممكن اقصلكم من الفيديو شويه، او من الحته دي شويه، عشان الفيديو بس ميبقاش طويل وهبل كده وتملوا مني على طول يعني. لو انت وصلت لغايه هنا حط اللايك بتاعك الحلو، لو ما حطيتش اللايك بتاعك هزعل برضه، هزعل لو ما حطيتش اللايك بتاعك. بقعد اساوي في الصاج بتاعي كويس جدا عشان يطلع متساوي، وما يبقاش حته عاليه وحته واطيه. خلاص. اول طبعا من الاسبونج بتاعي الفانيليا طلع، قلبته زي ما قلت لكم كده، سلكته من الجوانب وقلبته، وكمان الشوكولاته طلع. فتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. الصاج بقى طبعا قسمته نصين، وشوفوا بقى اللي هيحصل ده. الاسبونج اتكسر، الاسبونج اتقطع. طب هنعمل ايه؟ هنعمل السويسرول ازاي، نلفه ازاي اصلا هو مكسور، ولا اي حاجه خالص، ولا تشغيل دماغ. يعني انا هوريكم دلوقتي العجب، التانية كمان هتتكسر. بس الحمد لله يعني. الكريمة بصوا هتداري كل ده، مش هتبان اصلا اي حاجة خالص، وهتشوفوا التقطيعات وكل حاجة. خلاص. الكيس طبعا اللي انا حاطه عليه الاسبونج ده كان كيس الاسبونج. الاسبونج بيجي في شكارة وجواه كيس اللي بيبقى فيه الاسبونج، فانا بغسل الكيس ده وبقى يعني ايه محمل شوية، وبقطعه للسلوسرول يعني. عشان بقى ما اقعدش اهلك ورق كتير، او مثلا كده تتحكمي في اللفة بتاعة الاسبونج اكتر، او بتاعة الجاتو اكتر. خلاص. ال- الصاج ده 30 في 50، او الدستة دي بتاخد مني كوباية من الكريمة. تمام. كوباية الكريمة بتاخد مني حاليا دلوقتي كوباية ونص من المية المتلجة، و يعني أقل من نص كوباية سكر، حسب طبعا الرغبة يعني. خلاص. بجيب بقى الترانش بتاعي، ويعني بصوا انا شفتوا البتاع اتقطع نصين، انتوا شفتوا شفتوا الاسبونج جه نصين كده. آه بصوا وانتوا بتلفوا ايدكم ما تلمش الاسبونج. خلاص. لان الايد لو لمست الاسبونج عرفوا ان الاسبونج بتاعك هيتكسر تماما، اكتر ما هو بيتكسر يعني. على فكرة هو اتكسر معايا سوء استخدام مني، مش ان هو مثلا مش مستوي او حاجة، لا هو انا بس عشان ايه قلبته بسرعة كده، وكان لسه كمان دافي. واللي كانت طبعا سألتني بتقولي هو الاسبونج احسن بتاع الجاتو ان انا اقطعه او الفه مثلا بتاع السويسرول وهو سخن، ولا هو بارد؟ ولا انا ساعات بلفه وهو بارد عادي يعني. خلاص. بس الاحسن بيقولوا ان هو ايه تلفوه سخن، يعني لو الصاج يطلع على طول تلف الاسبونج بتاعك على طول يعني. خلاص. دي بقى النص اللي انا هعمله جاتوه عادي. تمام. اما بقى طبعا النص ده هنعمله دلوقتي طواجن يعني، هي حوالي 10 طواجن تقريبا يعني. هنشوف هيطلع معانا قد ايه، او 6 تقريبا. خلاص. انا طبعا بجيب الترانش بتاعي، بشيل كل الحتة اللي بتبقى مثلا ايه احسها حمرا شوية واخدة لون شوية في الترانش عادي، وبسحبها زي ما انتم شايفين كده. مباخدش حاجة من الكيك ده بس ايه الحتة اللي بتبقى متحمرة يعني. انا اخدت بقى القطعتين اللي انا هعمله النص ده جاتوه، والباقي كده هنعمله طواجن. عارفين طبعا الطواجن اللي انا بستخدمها، اللي كانت بتسألني بتقولي مقاسها كام، انا قستها تقريبا 10 في 15. تمام. يعني ما شاء الله الاسبونج عالي، وبتبقى الطاجن ممكن يأكل فرد، يعني لو بتحبوا الحلويات اوي يبقى فرد، لو مش اوي يعني فردين. خلاص. هبدأ بقى ان انا اوزع كده القطع بتاعتي على الطاجن زي ما انتم شايفين كده،
وأركنهم بقى على جنب لغاية ما أخلص بقى. أبدأ إن أنا أحط عليهم بقى الكريمة والصوصات بقى بتاعتهم، أو مثلا نوتيلا، جناش شوكولاتة، أي حاجة انت بتحطيها على الطاولة. خلاص. اللي كانت طبعا بتسألني بتقولي هو انت ليه مش بتسقي الاسبونج بتاعك؟ انا ما بسقيش الاسبونج بتاعي لان انا بلاقي الاسبونج بتاعي هشش جدا، والله العظيم ما ببقى يعني مستاهل ان انا اسقيه خالص يعني. لو حاسه ان الاسبونج بتاعي مثلا ناشف وحاسه انه عايز يتسقي بسقيه عادي يعني. خلاص. النص بقى اللي انا هعمله جاتوه عادي. حطيت معلقه جناش كده على الكريمه، خدت بس شويه كريمه صغيرين كده. خدت معلقه جناش وقلبتها كده عشان ايه تبقى واخده طعم الشوكولاته يعني. خلاص. هفرد بقى الجاتو، هفرد الكريمه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. طبعا احلى شغل الشتاء، والله عايزه اقول لكم انه بيبقى شغل متعه. ان انتي تشتغلي، ممكن تشتغلي 20 تورته ما تمليش ولا تزهقي ولا تتعبي زي الصيف بصراحه يعني. الصيف ده حاجه، بصوا انا ببقى نفسي اعتزل في موضوع الشغل ده، والله العظيم يعني موضوع صعب جدا. ان انتي تتعاملي مع الكريمه، وصعب تتعاملي مع الاسبونج، حاجات كتير. صعب اصلا انتي تتعاملي مع الزبائن بتوعك، والله العظيم. الجو بيبقى حر جدا، انت اصلا ما بتبقيش طايقه نفسك ف يعني هتطيقي الناس ازاي، او هتطيقي نفسك ازاي اصلا في الحر وفي سيحان الكريمه وفي تشغيل الفرن. الموضوع بيبقى صعب جدا بصراحه يعني. طبعا اللي شغال زينا نقول له يا عمنا، اكيد طبعا اللي شغال زينا ايه عارف اللي انا بتكلم فيه. خلاص. انتوا طبعا شايفين الاسبونج وانا بحط على البلانشة آه، ان هو تقريبا اتكسر. تمام. هو كده كده كان مكسور اصلا يعني، بس الكريمه اللي انا بحطها فوق دلوقتي التغليف ده ماسك الاسبونج بتاعي. خلاص. دي الطواجن بقى كده. هحط الكريمه وابدا ان انا افردها بظهر معلقه، وبعدين في المرحله بقى الاخيره ازينها. خلاص. حابه بقى تزينيها نوتيلا، حابه تزينيها جبنه شوكولاته، كراميل، فراوله، اي حاجه انت عايزاها. خلاص. انا طبعا كنت دخلتهم بقى في التلاجة. هبدأ دلوقتي ان انا ازين الجاتو بتاعي. ما شاء الله اللهم بارك يعني. شايفين ارتفاع الجاتو عامل ازاي؟ حاجة كده يعني تحفة. كنت بقى طبعا سيحت نوتيلا بزيت النوتيلا وزبدة اللوتس، بتتخفف زيت عشان بس تبقوا واخدين بالكم. زيت طبعا يكون ايه نباتي، مش من بتاع التموين، لا، انتوا بتشتروه من محلات، يكون ايه ريحته كويسة. هبدأ دلوقتي بعد ما جبت نوتيلا بيضة، عملت كده خطوط على النوتيلا من فوق. هبدأ ان انا اجيب الترانش بتاعي، وكل تقطيع، كل بين تقطيعة وتقطيعة بغسل الترانش بتاعي تحت الحنفية. وفي فوطة مطبخ جنبي ناشفة، انشف الترانش بتاعي. والبوتاجاز بتاعي فاتحة عين من البوتاجاز. خلاص. اسخن الترانش بعد ما بغسل الترانش وانشفه كويس جدا في الفوطة. اسخنه على البوتاجاز. ليه بقى؟ ما تيجي تقطعي قطعة الجاتوه تيجي تبصي تلاقيها نازلة مظبوطة، وفي نفس الوقت ما تبقاش بقى ايه القطعة تميل يمين وشمال. او مثلا لو انت حاطة جناش او حاطة نوتيلا او اي حاجة ان هي تسيح بقى على الجوانب وكده، لا، السكينة بتبقى سخنة فبتنزل على قطعة الجاتوه وبتخليها بصوا متساوية. ما شاء الله يعني تبقى مرسومة كده. جبت بس وسرول بعد ما كنت دخلته يجي ساعة ونص كده في الفريزر. وعايزة اقول لكم ان يعني في الوقت اللي احنا فيه ده الجاتوه ممكن يقعد بس يعني نص ساعة بالكتير في الفريزر. اما في الصيف فاحنا كنا طبعا بندخله بال5 6 ساعات يعني، عشان في فرق بين الشتاء والصيف في الموضوع ده. خلاص. زي ما انتم شايفين حتى وانا بقطع الجاتوه لو تلاحظوا ان انا يعني ايه بصوا بغيب كده حاجات بسيطة وبرجع تاني. يعني انا بغسل الترانش بتاعي وامسحه بفوطة كويس جدا، يعني انشفه كويس جدا واحطه على البوتاجاز. ليه بقى؟ عشان ياخد السخونية، عشان لما اجي اقطع الجاتوه بتاعي تبقى القطعة كده متساوية وحلوة.
متبقاش طبعا متبهدلة. اصل انتي لو انتي معملتيش الحركة دي هتلاقي الجاتوه حتى لو متفرز الاسبونج متفرفت معاكي، وانت ومن غير ما يتسخن هتلاقيه متفرفت معاكي كده ومتكسر من جوه، والكريمة نازلة على الجوانب او الجناش، فالشكل مش هيبقى احلى حاجة يعني. تمام. انا كده قطعت الجاتوه اول دستة، وهقطع كمان تاني دستة، وما شاء الله اللهم بارك يعني حاجة كده تحفة يعني. الجاتوه شكليا كده حلو جدا، انتوا شايفينه يعني. تمام. انا كنت بقى طبعا بوريكم الجاتوه ما شاء الله اللهم بارك يعني حاجة كده اقسم بالله افخم من المحلات. جربوا الطريقة دي وان شاء الله تدعوا لي دعوة حلوة كده من قلبكم. وده بقى كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب بقى الفيديو يكون عجبك، ولو الفيديو عجبك يا ريت تحطوا اللايك بتاعك الحلو، كومنت جميل منك، وتقولي بتتابعيني منين. اترككم بقى في رعاية الله، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.